خلينا متفقين ان عروض WWE الشهريه السنه دي تقرف، ما عدا الاليمينيشن تشامبر اللي كانت حلوه، بس باقي العروض تقرف وتعبانه. يعني عندك اخر عرض باكلاش كان فيه ماتشين حلوين والباقي ضايع، ده غير طبعا راس المنيا الميته اللي حصلت. بس ده ليه العروض السنه دي وحشه جدا؟ ده موضوع عايزين نتكلم فيه وندردش فيه النهارده، واقول الاسباب اللي من وجهه نظري خلت العروض تعبانه، وبرضو عايز اعرف رايك. فيلا بينا. I am going to ruin wrestling. بص، خلينا نبدأ بأكبر وأهم مشكلة، اللي هي زحمة وكربسة العروض ورا بعض، وجدول العروض الغريب بتاع WWE. يعني في أول السنة الرامبل اترحل واتعمل في أول فبراير، والإليمينيشن تشامبر في أول مارس، أما راس المنيا كانت في آخر إبريل. وقبل ما الهايب بتاع المنيا اللي ما كانش موجود السنة دي يهدى، لقيت نفسك لابس في باكلاش بعدها بمفيش 3 أسابيع، وبعد باكلاش بأسبوعين ساتردي نايت مين ايفنت. عارف ان هو مش عرض شهري، بس المفروض يعني على الورق ان هو عرض مهم، وده طبعا على عكس اللي بيحصل، وانه عرض اقل اهمية من اعفن عرض محلي ما بتشوفوش اصلا. وبعد ده عندك عرض ماني ان ذا بانك. كل العروض دي في اقل من شهر، 3 عروض يا مؤمن في اقل من شهر. ومش كده وبس، لا، ده نايت اوف تشامبيونز بعد الماني ان ذا بانك ب3 أسابيع، يعني في اقل من شهرين 4 عروض، 3 منهم PLEs، وواحد عرض من ايفنت اللي بيحصل 4 مرات في السنة وبيطلع زي الخازوق، بيبوظ القصص وملوش لازمة. والDWWE من الاخر نصبة فيه على شبكة NBC، لان العروض اللي بتتقدم مش على قد مستوى التعاقد اللي الشبكة دي عاملاه معاهم، وده طبعا عشان WWE حواليها ضجة وهايب والعروض كلها بتتباع، فيقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. ان شاء الله حتى يعملوا عرض شهري كل يوم، طالما التذاكر كده كده هتتباع يبقى خلاص تمام، حتى ولو بالاسعار الفلكيه اللي بنقراها دي. وفي ووردز كولايد في نفس يوم الماني ان ذا بانك، بس ده ما يصنفش PLE، فانا مش حاسبه، بس برضو بيضيف لنقطه زحمه العروض اللي انا بتكلم عليها. فتخيل كل العروض دي، كل عرض لازم تهتم بيه، وكل عرض ليه القصص بتاعته اللي المفروض تهتم بيها. ودي برضو مشكله كبيره تانية، وهي ضعف القصص السنه دي اغلبها ضعيف، وكمان لما تحط عليها العروض اللي ورا بعض هتلاقي القصص ما بتلحقش تاخد نفسها، ما بتلحقش تتحرك من قصة للتانية. ده غير طبعا ان في قصص غير منطقية ومش على قد المستوى. يعني عندك اخر ماتش بين سينا واورتن، اللي المفروض اخر ماتش بينهم تماما، الاتنين بينهم تاريخ وماتشات وعداوة اسطورية، ما عرفتش تستفاد من اي حاجة من ده، وقضيتها فيديو باكج، والاتنين حصل بينهم فقرة كلامية واحدة تقريبا. وده ليه؟ بسبب ان هي اتعملت في 3 أسابيع من غير بناء كفاية من بعد المنيا لحد باكلاش. ده غير طبعا هيل تيرن سينا اللي محدش مقتنع بيها وما قدمتش اي حاجة على المستوى. I am not a baby face. I am not a heel. I'm a human being. وطبعا ضيعت وقت على الفاضي وماتش من رحلة وداع سينا التعبانة دي عشان يواجه ارتروس، اللي ارتروس سبحان الله هو اللي شال الماتش وهو اللي شال القصة. وهو يا عم مشوا ارتروس عشان تعرف ان لا في لونج تيرم ستوري تيلينج ولا في تخطيط ولا في اي حاجه، هو طلصق واعمل اي حاجه بسرعه تعدي العروض وخلاص. وانا كلامي مش تقليل من ارتروس خالص، بالعكس ارتروس مصارع عظيم، بس كبر في السن وكان في مصارعين تانيين اولى ان هم يواجهوا جون سينا، وكان ممكن يستفيدوا من ارتروس انه يرجع سينا فيس بدل العبط اللي سينا بيعمله ده. بس لا يا عم مشيه، وكل عرض هنطلع نصدعك بان احنا حققنا اعلى ارباح في كل حاجه واي حاجه. دي حته زياده كده بعد ما مشوا ارتروس ما كانش في السكريبت اساسا، بس ايه انا قررت اضيفها، وخلينا نكمل بقيه الفيديو عادي. وطبعا قصه بريست ودرو اللي ملهاش 60 لازمه ومحدش مهتم بيها، وهتقف شويه بسبب اصابه درو، بس اكيد هتلاقيها كملت بعد عودته. وطبعا البلاد ضحك، انا مسميهم كده سولو وجيكوب والشباب، والحلب اللي مكمل في قصه متوفيه واحنا عارفين هي رايحه فين وهترسى على ايه وهتخلص ازاي. والبناء للعروض بقى متشتت، يعني انت بتبني العرض ساتردي نايت من ايفنت وفي نفس الوقت عندك عرض باكلاش. يعني ماتش جاي ولوجان كان بيتبني العرض من ايفنت في وسط البناء لعرض باكلاش، وفي وسط البناء لمين ايفنت تلاقي البناء وماتشات الماني ان ذا بانك التأهيلية اشتغلت، فتلاقي البناء لعرض في وسط البناء لعرض تاني، ففي لخبطة. فبتلاقي ده برضو بيأثر على عروض الرو وسماك داون،
فبتلاقي العروض فيها كروته والفقرات اللي بتحصل مش قويه وملهاش لازمه وتسليك لحد العرض الشهري. وكان ممكن يبقى في حل ان هم يعملوا السنه دي الكينج اوف ذا رينج، لانها بتبقى فرصه كويسه انهم يظهروا عدد كبير من المصارعين ويبقى في ماتشات حلوه وتساعد في بناء قصص وعداوات وتساعد في ان عروض الرو وسماك داون تبقى احسن، بالذات عرض سماك داون اللي مات وشبع موت. ومن المشاكل برضو هي قله الماتشات وضعفها. يعني العروض الشهريه معظمها 5 ماتشات، لان العدد القليل من الماتشات ده ما بيتيحش ان قصص ونجوم كتير يظهروا، وكمان لان الماتشات مش كلها بتبقى حلوه، لا ده بيبقى فيه ماتشات كتير وحشه. زي ما قلت لك عرض باكلاش فيه 3 ماتشات من 5 مش حلوين. يعني ماتش سينا واورتن ما كانش عالي خالص، ده طبعا غير ان في ماتشات بتاخد وقت بزياده من غير لازمه، وماتشات تانية بتتظلم في الوقت. يعني من الماتشات اللي خدت وقت بدون داعي هو ماتش جونتر وبات ماكافي. يعني الماتش ده كبير وكده 5 دقايق، جونتر يتسلى عليه فيهم ويهينه ويدمره خالص عشان يرجع الهيت بتاعه. بس لا، احنا خدنا ماتش ربع ساعه. بات ماكافي كان عارف الى حد ما يصد مع جونتر. طب ليه كده يابا؟ ما تخلي جونتر يساكوشه في السريع وخلاص. وطبعا ماتشات جاي اوسو ده عامه بقى، ده لا يلعب ماتشات قصيره ولا طويله، هو ما يلعبش خالص ويعتزل. وعندك ماتش النيو داي ضد الوور ريدرز التعبان اللي كان في المنيا، اهو ده كان في المنيا بدل ماتش السلالم بتاع دي اي واي والموتور سيتي ماشين جانز والستريت بروفيتس اللي كان في سماك داون، وكان ماتش ممتاز وعالمي. وبعدين انت بتقول يا عم بخ ان انت بتركز في الكواليتي اوفر كوانتيتي، يعني الجوده اهم من الكميه، صح. انت بالله عليك شايف ان في جوده في العروض؟ يا جدع ده العرض بيبقى اكتر من نصه اعلانات. يعني ليلتين المنيا كل اللي فيهم 4 ساعات، اكتر من نصهم اعلانات على فيديو باكج على دخلات على الوقت اللي بعد الماتش وقبل الماتش. وعرض ساتردي نايت مين ايفنت الاخير كان عباره عن اعلانات وفي وسطها ماتشات كده، ولا كانك بتتفرج على قناه حبيشه. فجوده ايه اللي بتتكلم عنها؟ يعني تخيل ان احنا رايحين على عرض سمر سلام هيبقى ليلتين بالقرف والقصص الميته دي. سمر سلام اللي هو هيبقى في اول اغسطس، يعني عندك من عرض نايت اوف تشامبيونز لحد سمر سلام حوالي 5 اسابيع. جميل جميل، بس في عرض ساتردي نايت مين ايفنت في النص كده وعرض ايفولوشن بتاع الحريم. فمن ال5 اسابيع دول عندك اسبوعين هيضيعوا في البناء للعرضين دول. ده غير طبعا ان المفروض عرض نايت اوف تشامبيونز ده المفروض بقى يعني ان كل الاحزمه يتلعب عليها، بس احنا عارفين ان ده مش هيحصل عشان في 11 حزام وهم 5 ماتشات، ومش لازم كلهم يبقوا على حزمه اصلا. يعني هو ممكن يبقى حل انك ترجع العروض بتاعت كل براند لوحده، يعني رو يبقى ليها العروض الشهريه بتاعتها لوحدها، وسماك داون نفس الكلام زي ما كنت بتعمل قبل كده، ويفضلوا يا عم هم 5 ماتشات بس 5 ماتشات محترمين وفرصه تعرض مواهب كتير من الروستر بتاعك. بس انا عارف وانت عارف ان ده مش هيحصل، لان اكيد المعلنين هيبقوا عايزين كل النجوم والاسماء التقيله في كل العروض. وبرضو من المشاكل اللي انا شايفها ان ابطال العالم ما بيدافعوش عن الاحزمه بتاعتهم في العروض الشهريه. يعني جاي اوسو اهو ما دافعش عن حزامه لا في باكلاش ولا هيدافع عنه في الماني ان ذا بانك. دافع عنه مره في عرض الرو ومره في مين ايفنت، بس ليه بطل اهم حزام في عرض الرو ما يدافعش عن حزامه في عرضين شهريين ورا بعض، ويلعب في عرض الماني ان ذا بانك في ماتش تاج تيم مع كودي رودز ضد جون سينا ولوجان بول. وعندك مثلا كودي رودز السنه اللي فاتت دافع عن حزامه في عرض باشن برلين في اخر اغسطس، والدفاع اللي بعده كان في عرض ساتردي نايت مين ايفنت في ديسمبر. يعني قعد اكتر من 3 شهور ما بيدافعش عن حزامه. ونفس القصه السنه دي دافع عن حزامه في الرامبل وقعد لحد المنيا ما يدافعش عن حزامه ولا مره. ولما جونتر كان بطل العالم كان عنده نفس المشكله. قبل المنيا اخر مره دافع عن حزامه كانت في عرض مين ايفنت اللي كان في شهر يناير، اللي ما يحسبش عرض شهري اصلا. فانهي اخر عرض شهري بقى دافع فيه عن حزامه في سيرفايفر سيريس في اخر نوفمبر. انت متخيل المده اللي بكلمك فيها؟ فمن بعد رومان رينز تحس كل ابطال العالم بقوا بارت تايمرز. وبعدين سؤال كده، هو ليه مرجعش ابطال العالم بيدافعوا عن احزمتهم في ماتش الاليمينيشن تشامبر؟ ده اخر مره حصلت كان في الاليمينيشن تشامبر 2022. دي كانت بتبقى ماتشات ممتعه وبتطلع لنا لحظات اسطوريه كتير، بس اكيد الحوار ده ما بيحصلش عشان الكارد ال5 ماتشات اللي ساعات بيبقوا 4 كمان، فاحنا لازم نحط شويه اعلانات رايقه ونعمل فلوس. بس خليك فاكر انت مشجع، اوعى تفتح بقك وتنتقد، تتفرج وانت ساكت. وده مش كلام انا، انت حبيبي طبعا، انت على راسي. ده كلام الرئيس بخة اللي مش عاجبه ان الجمهور بينتقد العبط اللي هو بيقدمه. بس انا بقى عايز اسمع رايك ومهتم بيه كمان، وعايزك تقول لي رايك في النقط اللي انا قلتها دي.
ولو مختلف معاها او متفق معاها، ولو عايز تضيف حاجه او شايف حاجه انا ما قلتهاش وعايز تقولها، ولو انت شايف كلامي ده كله غلط اصلا، فانا عايزك تقول لي رايك. وما تنساش لو عجبك الكلام ادي لايك ودي سبسكرايب وسيب رايك ازاي نطور المحتوى ورايك في الفيديو، والسلام عليكم.